السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في يوم جديد وفيديو جديد. النهارده بقى هنفضل تنظيف عميقه للاوضه. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه انا شلت كيس فكيت كيس المخدات كلها، وهشيل الفرشه دي كمان عشان نغير الملايات وكده. معايا هنا بقى في الطبق ده شويه ميه ونقطه واحده من البريل وشويه كلور الوان. بليت الفوطه دي خليتها منديه وعصرتها كويس وهمسح بيها العزال. همسح بقى العزال. البويه دي بويه فرن، ولو عزالك بني ما تعمليش الحركه اللي انا هعملها دي. انا بعمل اللي في اوضتي كده، متعوده على طول. ماشي. همسحها. تعالوا نشوف كده. ودي فوطه ناشفه بنشف بيها. همسح كل السرير وارجع لكم. كده انا مسحت جوز السراير. بصوا هقرب لكم الكاميرا دلوقتي. شلت المخدات. نشيل الفرشه ده كمان. كده انا مسحت برضو الكومودينو كله. ارجع بقى كل حاجه مكانها. لميت فرش السراير كله. لم الستاره دي برضو عشان هنا في فرق. طبعا واضح ده هوريها لكم برضو. شايفين في حاجات، في تراب وفي حاجات واقعه، والشاحن كل ده هتشيله. كده يا حبايب قلبي. انا هطلع بقى امسح برضو هنا. نجيب الحاجات اللي على العالي الاول. طبعا الفوطه مش مبلوله قوي، يا دوبك ايه زي ما قلت لكم، عشان البويه دي فرن انا بعملها كده. لو كذلك غالبا ما ينفعش تعملي العامله دي. شايفين؟ يا رب يكون واضح معاكم. كاني غسلاه، انا فعلا بغسله، مش كاني انا فعلا كده بغسله. وعندي سلة على طول ماسكه الاقلام بتشخبط، يعني كان في هنا شخبطه بالقلم وراحت كده بقى. نجيب برضه كده. تعالوا كده المفروض اوريكم مكان. عايزه اوريكي، شايفه مكان ما عيالي بيجوا يفتحوا الدولاب ايديهم معلمه. شايفه؟ شايفه بقت فله والجو حر طبعا. المروحه شغاله يا دوبك، انا بسيبها بتنشف في ثواني. تمام؟ شايفين بقت فله. هجيب لكم الكاميرا. مرايه مرايه. همسح برضو هنا. هكمل انا بقى بقيه الدولاب وهرجع لكم. انا عايزه اوريكم الفوطه بعد ما خلصت. شايفين؟ شايفين التراب؟ انا خلصت الدولاب اهو يا حبايب قلبي. شايفين الجنب ده نضف ازاي؟ طبعا العزال ابيض، يعني ابيض مش اوفوايت، لا هو ابيض. تمام كده. برضو السراير لمعت، خلصتها كده. ما عادش غير ان انا هكنس الارضيه وهفرش السراير. مع بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. هفرش بقى الاول. انا عايزه كل اللي تشوفني تتشجع لو عندها حاجه تقوم تعملها. كلنا بنبقى مكسلين وكلنا مش بنبقى عايزين نعمل حاجه في الحر، بس هم قاعدين في الحر لابسه وطالعه بعمل. فانا عايزاكم تشجعوا وتقوموا تشوفوا وراكم ايه. طبعا لو عندك بقى اوضتك محتاجه ان هي تتهب او كده، تعمليها يعني قبل ما تعملي اي حاجه، قبل ما تشيلي فرشه السرير وكده. هركب بقى انا دول وارجع لكم. انا ركبت كله، ما عادش غير دي والتكوى اللي هي الخده دي صغيره. انا ما حبيتش اركبهم كلهم لان بياخدوا وقت عشان اركبهم لوحدي.
الحر بقى والواحد ايه ما اقولكوش مفرهد. معرفش انا ازاي بس الكيكه بكل سهوله. طبعا منفضه من المرايات، المنفضه دي السراير العيدان ملفوف والدنيا كلها المرايات نضيفه. هنا بقى هنا في الغطاء بيبقى فيه حته طويله كده قوي عشان تمسك الملايه، عشان تمسك الملايه وما تقعدش تتنكش. انا برفع المرتبه وبدخلها في ايدي كلها الزياده اللي هنا فاخد الملايه بتفضل مشدوده وثابته، يعني حتى العين بتقعد بتنطط هنا ما بتتبهدلش لحد ما هي شايفين الملايه مشدوده ازاي؟ لسه انا بدخلها من هنا كده رأيكم؟ انا بحب الالوان الفاتحه دي يا جماعه. انا ما بحبش الالوان الغامقه. تعالوا اوريكم من على القريب. شايفين الملايه مشدوده داخله من كل الاتجاهات اهو. اوريكي هنا، شايفه هنا دي هنا بدخلها كده مسويه كده بالشكل ده كده، ده من جنب السرير من الناحيه اللي جنب الجدار تمام. نفرش بقى السرير التاني ده واوريكم. انا جبت الحته اللي هي بين السراير دي بشيل الكفه دي من هنا وبعمل بيها، بجيب اي مكان ضيق جدا يعني في حتت كده جنب الدولاب وحتت ضيقه كده بعملها بيها. طبعا نكمل فرشه السرير هنا. انا خلصت جنب السرير من هنا ومسحتها برضه نفس ما عملنا في السرير التاني هعمل هنا. ادخل كل حاجه برضه كده شايفين هي مشدوده. انا بحب كل حاجه تكون زي المسطره كده. هدخل التانيه من هنا وارجع لكم. كده السرير فرشناه 100. هبقى اوريكم الناحيه التانيه. انا سايبه المكان ده عشان اعرف اتني الحته دي وعشان الستاره، يعني الحاجتين. شايفه كله متساوي للاخر في ايه، في 20 سم يعني مش حاجه، او 10 15 سم كمان كده الدنيا فل. هنا السرير التاني اهو اللي احنا عملناه دلوقتي. كل حاجه قدام حضراتكم. ايه بقى بقى الستاره كده. شوف المكنسه بقى اكنس. المفروض انا شويه كده شويه كده وهشيل اساسا الحافظات دي بقى لان الجو خلاص معاك لا يطاق. طبعا مكانهم مسحت كل مفاتيح الكهرباء اللي في الاوضه. حطيت الترابيزه مكانها عشان كنت شايلاها عشان بكنس. هحط كل الحافظات بالمكنسه. مفيش بقى المطر اللي هنا كمان لان كنت شايلاها غسلان. كانت سيلا مبهدلاها بايديها. هبقى اوريكم شكل الاوضه لما خلصناها. ايه رايكم؟ طبعا بقى عشان ما عادوش بيتغطوا. ايه رايكم؟ وادي الدولاب. الحاجه بقت بتلمع، الاوضه حرفيا بقت بتلمع كده. انا مش عارفه هي باينه معاكم ولا لا. شايفين ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. انا معتمده شايفين اللمعه، شايفين ما شاء الله. انا معتمده المسحه دي يعني لما اكون عايزه احس بتغيير كده تمام كده. ما عادش غير بقى اجيب حاجه اظبط بها الستاره كده ايدي المقشه او حاجه وخلاص كده بتكون الاوضه غرفه. الاوضه خلصت. مش مجمعه بقى معلش من الحر. ايه رايكم؟ سجاد نضيف
الصراحه دي بتبقى انضف اوضه عندي. ايه رايكم؟ كده حبايب قلبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.